هو إيه اللي بيخلّي مستثمر يكسب ملايين في نفس نوع المشروع اللي أنت شايفه عادي؟ السر هنا في الفرصة، مش كل فرصة عقارية ممكن تكون مناسبة معاك، المهم جدًا علشان تستثمر لازم تكون عارف نوع الفرصة اللي تكون مناسبة معاك ومناسبة مع ظروفك ومناسبة مع البادجت بتاعة حضرتك. النهارده هنتكلم على أكتر من نوع من أنواع الفرص اللي موجودة في السوق العقاري. فرصة السعر دي أول فرصة معانا إن إحنا نشتري في مشروع لسه جديد في مرحلة الإطلاق أو زي ما إحنا بنقول مرحلة اللونش. هنا بنشتري قبل ما السعر يغلى في المشروع. فرصة تانية متعلقة بفرصة السعر إن إحنا نشتري حاجة ريسيل بسعر أقل من سعر السوق. فرصة الموقع دي كمان تعتبر فرصة إن أنا أشتري في مدينة جديدة أو منطقة لسه بتتطور، أو إن أنا أشتري في منطقة فيها خدمات وبنية تحتية محترمة هتخلي الطلب عليها عالي. فرصة تانية اللي هي فرصة نظام السداد، يعني أشتري في نظام يكون مقدم قليل وأقساط طويلة من غير فوائد. فرصة الإيجار، أشتري في منطقة أقدر أأجرها بسهولة زي مثلا الساحل، زي المكاتب الإدارية اللي موجودة في التجمع حاليا، دي من الحاجات اللي هتتأجر أسرع بكتير. استوديوهات مثلا للطلبة في التجمع فدي برضو تعتبر فرصة. فرصة إعادة البيع، فرصة إعادة البيع دي علشان أستفيد منها صح لازم أشتري في مشروع وهو لسه في مرحلة الطرح الأول، واستنى سنتين 3 أو بعد ما استلم المشروع يكون أفضل برضو كمان. هنا بقى لما باجي أعمل لها ريسيل أو إعادة بيع أنا بكسب فيها حلو أوي. فرصة عامل الندرة دي فرصة مهمة جدا ومش كل الناس بتفكر فيها وهي بتشتري. يعني ايه فرصة عامل الندرة؟ يعني اشتري حاجة مفيش عليها كباستي عالية، يعني مثلا ابعد عن المشاريع اللي هي المشاريع الكبيرة قوي اللي هيكون فيها يونتس كتيرة جدا معروضة للبيع او للايجار. لما اشتري في مشروع احاول اختار يونت تكون مميزه، فيو حلو، فيو على لاجون، او فيو مثلا لو بشتري حاجه في الساحل فيو على حمامات سباحه، فيو على بحر. مثلا لو انا بشتري حاجه تاون او توين اشتري حاجات كورنر، اشتري شقق بفيو مميز. الموضوع ده بيفرق جدا وحضرتك بتحاول تأجر او تبيع. عامل الندرة برضو بينطبق على المناطق اللي فيها الطلب أعلى من العرض، يعني مناطق معينة هتلاقي إن عليها طلب كتير قوي سواء ريسيل أو رنت